السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم السفنج او البيني بالبيض. كيجي روعه وسهل في التحضير بمكونات بسيطه ودغيا كيوجد. وما تنساونيش اشتراكاتكم للقناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ومشاهده الفيديو حتى الاخر. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. غادي ندوزو المقادير. هنا عندي 2 بيضات، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، عندي شويه ديال الملحه، عندي كاس كبير ديال الحليب دافي، عندي هنا معلقه صغيره ذوبتها مع شويه ديال الحليب دافي، هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق رابعه. هنا غادي ندوزو للطريقه. هنا خديت الاناء، غادي نضيف شويه الملحه، نضيف 2 بيضات، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نخلطهم. انا غادي نضيف داك الخميره معلقه صغيره اللي ذوبت مع الحليب، المهم حسب الجو. دابا السخانه انا ضفت معلقه صغيره، غادي نضيف الدقيق، غادي نخلط بالحليب. انا كنبدا نطرب العجينه تاعي مزيان بحال هكا. القوام ديال العجين كتجي بحال هكا، كيجي هكا بحال شويه بحال الكيكه، ثقيله شويه على الكيك. انا غادي نبقى نطرب فيه مزيان حتى يدير لي داك البقعات، ونغطيه بالبلاستيك ونخليه يخمر. هنا غطيتها بالبلاستيك كنخليها تخمر. هنا العجينه نتاعي خمرات. هنا دايره الزيت باش غادي نقليو السفنج نتاعنا بالبيض. هنا كندهنوا المعلقه نتاعنا بالزيت وكنعمروا المعلقه بحال هذا الشكل هنا، وكنحاولوا نقادوا لي بين السفنج هكا. هنا دايره الزيت باش غادي نقليو السفنج نتاعنا بالبيض. هنا كندهنوا المعلقه نتاعنا بالزيت وكنعمروا المعلقه بحال هذا الشكل هنا، وكنحاولوا نقادوا لي بين السفنج هكا. المهم البيني او السفنج كل واحد شنو كيقول له بحال هكا. عاوتاني ناخذ معلقه نحاول نمشيهم. هنا خصنا نقصوا النار حيت دغيا حيت مع فيهم السكر دغيا كيتحمروا، خصنا النار تكون مهيله. هنا راهم كيتنفخوا كيوليو بحال هكا. انا كناخذ المعلقه بحال هذا الشكل، كنحاولوا نمشيوها ونقادوها بحال هكا. كنقلب السفنج نتاعي بحال هذا الشكل. هنا ضروري المقله خصها تكون مجموعه فيها الزيت مجموع صافي. كنخليوهم يطيبوا يتحمروا على نار مهيله حتى كيتنفخوا. فاش يتحمروا نخرجوهم، تشوفوا الشكل النهائي نتاعهم ان شاء الله.
هذا هو الشكل ديال السفنج نتاعي بالبيض، كيجي روعه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، واكيد ان شاء الله غادي يعجبكم وسهل في التحضير وبمكونات بسيطه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.